لو عايز تدي كش مات لملك خصمك في الافتتاح في نص الرقعة زي الملك ده، يبقى الفيديو ده ليك. انزل دلوقتي اعمل لايك ويلا بينا نبدأ على طول. هنا انا بلعب اول نقلة E4، خصمي بيلعب C5 الدفاع الصقلي، وهنا انا هلعب A3 تفريع مش كتير يعرفه. طالب ان انا العب B4، فبالتالي خصمي يا اما بيلعب نايت C6 عشان يمنع البي 4، يا اما بيلعب E6 عشان برضه يمنع نقلة البي 4. تعالوا نشوف النايت C6. بلعب B4، بيدق في بيدق باكل بالبيدق، وهنا انا طالب ان انا ازيح البيدق، اطرد الحصان من مكانه. فافضل نقله ان هو ياكل البيدق. C3 هات الحصان. D4 معاه سيطره كبيره على المركز، فبالتالي نقله متوقعه للاسود ان هو يلعب D5. هاكل بيدق في بيدق، هياكل بالوزير، وهنا انا هلعب نايت A3. طالب ان انا انط بالحصان، ساعتها ابقى طالب تريبل الملك والطابيه والوزير. ولما نيجي نبص على الاحصائيات في الموقف ده، هتلاقي ان اكتر 4 نقلات بيتلعبوا في الموقف ده انا تقريبا بكسب فيهم كلهم. تابعني للنهايه عشان مفيش نقله تتلعب لك ما تعرفش ترد عليها. تعالوا نشوف اكتر نقله بتتلعب اللي هي النايت F6. هنا انا هلعب نايت B5، طالب ان انا انط تريبل كش ملك، فبالتالي بيرجع بالوزير، وهنا انا بلعب D5. هات الحصان بتاعك. خلي بالكم في الموقف ده، لو فكر هنا ان هو ياكل بالوزير فانا بديله كش وباكل الوزير بتاعه، ولو فكر هنا ان هو ياكل بالحصان فانا باكل وزير في حصان، بضحي بالوزير بتاعي بفكره انه لما بياكل انا بديله كش وباكل الوزير، وكده انا كسبت قطعه. فبالتالي في الموقف ده بعد نقله الدي 5 هو لازم يمشي بالحصان، ما ينفعش ياكل البيدق. وهنا انا بلعب بيشوب F4، طالب الحصان بتاعه في نفس الوقت ضاغط على المربع اللي في السي 7، يعني لو مشي بالحصان فالكش دي قويه جدا، فبالتالي هو لازم يحمي الحصان. هنا انا بلعب نايت F3 بفكره ان هو لو كل حصان في حصان انا ببساطه باكل بالوزير، والنقله دي صعب جدا انك تحميها، فبالتالي ممكن تفكر انك تلعب F6. بنط بالحصان، بحاول استغل المربع الضعيف اللي هو مربع الاي 6. تلعب نايت سي 5 تمنع نطة الحصان، وهنا انا بلعب فيل في حصان. تاكل بالبيدق بديك كش، طبعا كش قوية جدا، بتغطي بالبيدق باكل وزير في بيدق، طالب الرخ بتاعتك. لو فكرت في الموقف ده انك تمشي بالرخ، هنا انا بلعب نايت سي 7 كش ملك، لازم تتحرك بالملك بتاعك، وهنا انا بنط بالحصان، طالب الحصان بتاعك وكمان طالب الوزير. لو فكرت انك تاكل حصان في حصان، باكل بالبيدق كش ملك، تاكل بالفيل اجباري، خلي بالكم دي كش مات، لازم تاكل بالفيل، باكل بالوزير تمشي بالملك، وهنا انا بلعب كش بالوزير تمشي بالملك، بنط بالحصان، طالب ان انا اديك كش مات وكمان طالب الوزير بتاعك وبكسب الدور. ولو فكرت في الموقف ده انك تتحرك بالوزير وتحمي الحصان، ما دام انا مهدد الوزير والحصان، تتحرك بالوزير تحمي الحصان، في الموقف ده انا بنط بالحصان كش مات. فبالتالي في الموقف ده اكتر نقله ملعوبه اللي هي النايت F6. لا انا عرفت هرد عليها ازاي. تعالوا نشوف نقله تانية وهي نقله الاي 6. برضو بنط بالحصان، طالب ان انا اديله كش يرجع بالوزير، وهنا انا بلعب نقله قويه، بلعب دي 5، بزيح البيدق، طالب الحصان بتاعه. طبعا لو فكر ان هو ياكل بالوزير فانا بديله الكش، فبالتالي هو لازم ياكل بالبيدق، وهنا انا بلعب بيشوب F4، طالب ان انا اديله الكش دي، والكش دي تقريبا ملهاش حل. لو فكر في الموقف ده ان هو يكمل انتشار عادي ويلعب مثلا بيشوب C5، لا خلاص انا بديله كش ملك، والنقله اللي بعديها باكل الطابيه، وكده انا كسبت الدور. ولو فكر في الموقف ده ان هو يلعب كوين E7 كش ملك، على امل ان هو يحاول يدافع عن مربع السي 7، بغطي بالفيل، وهنا بيلعب نايت اي 5 بيقفل الوتر ده. في الموقف ده انا بلعب نايت اف 3، بضغط اكتر على الحصان بتاعه، بحاول استفزه ان هو ياكل حصان في حصان، وانا باكل بالبيدق، ببوظ البيادق بتاعتي، ولكن في المقابل الكش دي خلاص ملهاش حل. فممكن تفكر هنا انك تلعب اف 6 عشان تدافع عن الحصان بتاعك. ابيت تلعب مثلا A6 طالب الحصان، ولكن في الموقف ده الحصان مش بيتحرك لانك انت مش طالبه. لو فكرت انك تاكل الحصان انا باكل الرخ وبكسب الدور. فهنا ببساطه انا بلعب روك E1، طالب ان انا امشي بالفيل واحاول ان انا اضغط اكتر على الحصان بتاعك. ويوم ما تفكر انك تكمل انتشار مثلا تلعب بيشوب D7، فانا بلعب نايت C7 وبكسب الدور. تعالوا نشوف التفريع اللي بعده اللي ممكن الاسود يلعبه في الموقف ده، وهي نقله الاي 6. انا همنع خالص نطه الحصان اللي عامله ازعاج دي، ولكن المشكله انك لما لعبت الاي 6 انت اضعفت المربع ده. فهنا انا بلعب نايت سي 4. برضو المره اللي فاتت كنت طالب ان انا انط من هنا، المره دي انا طالب ان انا انط من هنا، هبقى طالب وزيرك وطالب رخك، لازم تمشي بالوزير، وهنا انا بزيح البيدق،
طالب الحصان بتاعك لازم ترجع بالحصان، وهنا انا بنتشر بالفيل. شايفين انا منتشر بقطعتين وكل قطعه مفتوح لها. هنا كأن الاسود ما لعبش بس غير البيدق في مربع الاي 6 ينتشر مثلا بالحصان، وهنا انا بنتشر بالحصان. وبرده لما نيجي نبص على الاحصائيات في الموقف ده هتلاقي ان اكتر نقله ملعوبه نقله البي 5. النقله الوحيده اللي بتدي موقف متعادل هي نقله النايت اف 6، ولكن اكتر نقله ملعوبه هي نقله البي 5. بمشي بالحصان طالب ان انا انط بالحصان في المربع القوي ده، بينتشر بالحصان. هات الوزير بتاعك، تمشي بالوزير، باكل فيل في بيدق وخلاص، ما بتقدرش تاكلني لاني باكل الرخه بتاعتك، هبقى كسبان بيدق. تعالوا نشوف النقله اللي بعديها. هنا احنا شفنا كل النقلات دي. تعالوا نشوف بقى هنا لو فكر الاسود ان هو يلعب اي 5 ويهاجم على المركز على طول، هنا انا بنط بالحصان طالب ان انا اديله الكش دي. لو فكر في الموقف ده ان هو يلعب بيشوب دي 6 عشان يدافع عن الكش دي، مش ان هو يرجع بالوزير، ساعتها بلعب نقله قويه، بلعب بيشوب سي 4 طالب الوزير بتاعه، ولكن الفيل مش محمي. لو فكرت انك تاكل الفيل فانا بديك كش ملك، والنقله اللي بعديها باكل الوزير بتاعك. فبالتالي في الموقف ده انت قدامك حل من اتنين، يا اما تاكل وزير في بيدق طالب الرخ بتاعتي، يا اما تمشي بالوزير بكش ملك. تعالوا نشوف لو فكرت مثلا انك تاكل وزير في بيدق طالب الرخ، ساعتها انا باكل الفيل، خلاص الفيل مش محمي. تمشي بالملك، وهنا انا بزيح البيدق طالب الحصان بتاعك. تمشي بالحصان، بخرج بالفيل حامي الحصان بتاعي. تاكل الرخ، بخرج بالوزير بكش ملك. شايفين الملك معرض لخطر ازاي؟ لو فكرت انك تنزل بالملك هنا فالكش دي قوية جدا، ولو فكرت انك تمشي بالملك هنا طالب الحصان بتاعي، ببيت طويل ومازال هجوم قوي جدا على الملك بتاعك. لو كلت مثلا وزير في بيدق، باكل حصان في بيدق طالب الرخ بتاعتك، الرخ ملهاش حمايه. ولو فكرت هنا مثلا انك تلعب اي حاجه زي وزير في بيدق، فانا بديك كش بالفيل اجباري تطلع بالملك، كش بالوزير كش مات. فبالتالي بعد نقله البيشوب سي 4 نقله وزير في بيدق غلط، نقله وزير في حصان غلط. تعالوا نشوف لو فكر هنا ان هو يديني كش ملك، ساعتها انا بغطي بالحصان، ما زلت انا طالب الفيل بتاعه، لازم يمشي بالفيل. وهنا انا بلعب كوين بي 3 طالب ان انا اكل فيل في بيدق. خلي بالكم ما بيقدرش يطلع بالحصان يحمل بيدق لاني ببساطه باكل فيل في حصان، فبالتالي هو مجبر ان هو يرجع بالوزير يدافع عن البيدق. وهنا انا بلعب دي 5 النقله المعتاده، هات الحصان بتاعك، تمشي بالحصان. وهنا انا بلعب بيشوب اي 3 مانع الملك تماما بتاعك من التبييت. تلعب مثلا نايت اف 6، وفي الموقف ده انا باجي بالوزير طالب ان انا اديك كش مات. ولو فكرت انك تحمل مات مثلا انك ترجع بالحصان، فانا بلعب نقله قويه نايت سي 7 كش ملك، تاكل بالفيل، بعدين بديك كش بالفيل، بجبرك انك تحط قطعه هنا، بتحط مثلا الفيل وساعتها انا بديك كش مات، وكده انا كسبت الدور. تعالوا نشوف التفريع اللي بعده. لو فكر في الموقف ده ان هو يلعب اي 5، احنا اتفقنا ان انا بنط بالحصان طالب ان انا اديله كش. وهنا لو فكر انه يلعب بيشوب دي 6 احنا عارفين هنلعب ايه، ولكن لو فكر ان هو يرجع بالوزير، بزيح البيدق، هات الحصان بتاعك، تمشي بالحصان. وفي الموقف ده انا بزيح البيدق تاني طالب ان انا اديك كش من هنا. ما بتقدرش تاكل فيل في بيدق، البيدق محمي كويس جدا، فبتفكر انك تطلع بالحصان تمنع الكش. رخ في حصان تضحيه قويه، تاكل بالبيدق. وهنا انا بلعب كش بالحصان، لازم تطلع بالملك، بديك كش بالوزير، لازم تطلع بالملك تاني. في الموقف ده انا بلعب نقله قويه، بلعب نايت اي 8 كش ملك، ملكك تقريبا محاصر. لو فكرت انك تيجي بالملك هنا فالكش دي قويه جدا، ولو فكرت انك تيجي بالملك هنا الكش دي كش مات. ولو فكرت انك تيجي بالملك هنا كش بالفيل، ما تقدرش ترجع بالملك والا الكش بالفيل دي كش مات، لازم تطلع بالملك كوين سي 2 كش ملك، تغطي بالبيدق جي 4. لو فكرت انك تاكل البيدق او انك ترجع بالملك، باكل وزير في بيدق وبرضه بتاخد كش مات. ولو فكرت انك تيجي بالملك هنا تدافع عن البيدق، بلعب اف 4 كش ملك كش قويه، لازم تاكل بالبيدق. وهنا انا باكل حصان في بيدق كش مات. لو عايز بقى تتفرج على افضل افتتاح شطرنج للمبتدئين وبالاحصائيات، ممكن تتفرج على الفيديو ده. اشوفكم على خير ان شاء الله، الى اللقاء.